السلام عليكم، ازيكم رجاله؟ عاملين ايه؟ والسؤال اللي في بالي، ازاي يا زمالك بتعملها ازاي؟ يعني احنا كسبانين بره، يا عم اكسب هنا وريحنا، يا عم اكسب بقى وريحنا. ما تتعبناش، مش لازم اقعد على اعصابي طول الماتش. مش لازم يا جدعان، يعني هو احنا مكتوب علينا ان احنا نفضل على اعصابنا؟ يعني الزمالك ده ما يريحكش؟ يا جدعان انا كبرت على البهدله بتاعت الزمالك دي والله. مبروك لاخواتي الزملكاويه، تاهل لنهائي الكونفدراليه الحمد لله. مباراة عنوانها الخوف بمعنى الكلمة، اتنين مدربين خايفين من بعض جدا. اتنين مدربين حاطين يا جماعة ضغط على نفسهم ان رعب. انا معاك ان الادوار الاقصائية دي بتتلعب بذكاء شوية، يعني بصراحة عشان نبقى على نور كده. محدش بيلعب في الادوار الاقصائية تيكي تاكا والكلام ده. الناس بتلعب على الحاجة اللي هي ليه المضمونة، يعني احنا بنلعب اللي يكسبنا وخلاص. المشكلة مش في كده، المشكلة في ان الخوف الزيادة ده خلى الزمالك وشباب بلوزداد يلعبوا بنفس الطريقة الاتنين. ازاي بقى؟ الزمالك يا جماعة كان بيلعب، او الحاجة المثلى للزمالك النهاردة او للزمالك مع معتمد جمال كله، هو ان انت تبقى تحت الكورة. ادي الكورة للفريق التاني وهم يا عم هيفضلوا يضغطوا علينا لحد ما واحدة هنلعب الأمامية على ناصر مثلا، هنكمل بزيرو في الكرة التانية أو عدي، ونبدأ نخترق من هنا. نعتمد في النقطة دي على إيه؟ على مهارة حسام عبد المجيد وعبد الله السعيد وفتوح في الكرات الأمامية، واستقبال مهاجم زي ناصر منسي، مهاجم محطة صريح. هو ده اللي احنا بنلعب عليه. قعدنا ورا مستنيين شباب بلوزداد. شباب بلوزداد طب اطلع هاجم، شباب بلوزداد قاعد ورا. طب اطلع يا عم انت هاجم وهم قاعدين ورا. طب احنا نطلع، لا هم قاعدين واحنا قاعدين. طب مين اللي هيهاجم؟ مين اللي شباب بلوز ده اصلا طلع ارخم مننا، يعني الراجل جاي خسران بره، فكله متوقع ان هو هيبدا ده ضاغط بقى. يعني ما هو انت هتخسر يا ابني، هتطلع بره البطوله. قاعد ورا ليه مستني الهجمه المرتده ليه بقى؟ فرقه شمال افريقيا صيح شويه. هو بيعتمد ان طول ما الماتش 0-0 هو قريب من المكسب. دي كوره واحده هتخليه يطلع يوصل اللي هو عايزه، هو مش عايز اكتر من جون واحد. حاجه كده يعني. انت الماتش ده يعني عارف انت الماتش بتاع سيميوني وارتيتا اللي هيلعبوه مع بعض ده، هو ده الماتش ده. يعني انت كده اتفرجت على نص نهائي دوري الابطال مقدما كده، هما الاثنين هيعملوا نفس الماتش الغتت اللي احنا عملناه ده. من وجهة نظري كان في مشكلة في الزمالك في بداية الماتش بعبد الله السعيد وبزيرا. ليه بقى؟ طالما احنا مش هنمسك كورة، فاحنا حرفيا مش محتاجين قوي عبد الله قد ما محتاجين حد يدافع كويس. ربيع مش توب بصراحة، بس يعني ممكن تقول ان ما قدمناش غيره بصراحة في الوقت الحالي يعني. وفي نفس الوقت بزيرا واضح قوي ان هو مصاب، يعني بزيرا واضح قوي ان هو تقريبا ما جاش الماتش كله، كان باين ان هو الاصابه وان هو ما بيديش السبرنتات بتاعته، مش مجهوده وباين. انا عن نفسي ضد بصراحه ان انا اغامر بلاعب مصاب. اللاعب مصاب يبقى يقعد على الدكه، ان احتاجته ممكن اغامر بيه في 10 دقايق ربع ساعه، هيبقى الريسك قليل شويه. او ان انا ما غامرش بيه، يعني ممكن ما احتاجهوش اصلا فما كنتش العبه، يعني يبقى الخيار معايا على الدكه. طيب دي اول نقطه. عبد الله ليه عبد الله فاهم كويس برضه بصراحه ان انت تقعده دكه، بس انا من وجهه نظر عبد الله هو اللي يقدر يلعبه نص ساعه. عبد الله بيصيع شويه علينا تمام، وهو بيصيع على الدنيا بحالها، ان هو ايه بيقسم جهده على ساعه ونص. يعني النص ساعه دي بدل ما بيلعبها، لا انا بلعب ساعه ونص بنفس المستوى. طبعا هي حاجه تحسب له لان هو ذكاء في الملعب ومهاره وفي قرايه الجيم وبتاع، فحاجه تحسب له. المشكله بقى في ايه؟ ان وجود عبد الله ووجود بزيرة ووجود فتوح خلى برضو شويه ان الريتم مبقاش سريع. يعني انت خلاص، انت وشباب بلوزات تقريبا عدينا الشوط الاول ما عملناش حاجه. احنا مستنيينهم يغلطوا وهم مستنييننا يغلطوا. مفيش بصراحه غير كره واحده من عدي الهدف اللي اتلغى كان عرضيه من فتوح، عرضيه بصراحه ممتازه جدا. وعندي وجهه نظر برضو في حته فتوح ديت، ان هو بيخليه هو الوسط ملعب اللي ناحيه اليمين. هي حلوه في العرضيات العكسيه اللي هي زي الجون اللي اتحط العدي واتلغى، وزي الكره اللي في الشوط التاني. بس لو راح الناحية التانية هيبقى فيها حركية أكتر شوية، إن هو هيبقى مع بنتايج، فسهل إن أنت تدخل بنتايج مهاجم تاني وتودي فتوح هو اللي يلعب في الوينج أو في الباك. هتبقى فيها ديناميكية أكتر شوية، هنحرك اللعب أكتر يعني. ده وجهة نظر يعني في التفصيلة الصغيرة دي. نيجي بقى للشوط التاني. الشوط التاني هو نفس الريتم، هما بس الفكرة إن هما بدأوا يحاولوا يزقوا شوية. آه،
الفريقين عامة ما كانش فيه اختلافات كتير، يعني احنا لو بصيت على تشكيلة الفريقين الماتشين اصلا مش مختلفين. هما بس زاد عليهم ان بن حمودة نزل المهاجم بتاعهم، مهاجم طويل وبصراحة شكله خطر يعني. وفي نفس الوقت احنا بنتاج بدأ الماتش مكان احمد ربيع وخلاص، ودخلنا فتوح في وسط الملعب، حاجة يعني لعبنا جيم عادي خالص يعني. انا عندي اختلاف بس مع معتمد جمال كمان في التغييرات اللي حصلت. التغييرات اتاخرت جدا، دي اول حاجه. ان كان ممكن يبدا بادم كايد وشيكو بنزا حتى ممكن مثلا من بعد ربع ساعه او تلت ساعه. انا شايف برضه ان معتمد جمال كان فيه ميزه بتميزه اول ما جه الزمالك، ان هو كان قلبه جامد شويه، هو بدا يخاف شويه. وده بدا بان قوي مع بدايه بزيرة وعبد الله وفتوح. باين قوي ان انت ترمي كل دول، ان انت برضو خايف تقابل حاجه مثلا مش منطقيه او حاجه مش طبيعيه مثلا، فاهم قصدي اللي هو ايه، ان انت تعمل حاجه جديده فتبوظ منك فتلبس انت الليله. وانا معاه برضو ان هي الموضوع يخوف، يعني انت برضو بتلعب نص نهائي كونفدراليه، وفي وقت الزمالك في يعني بيلعب كل ماتش لازم يكسبه، فالموضوع صعب برضو. بس انا يعني شايفها بصراحه، حتى كنت ممكن تاخد الريسك حتى في بدايه الشوط التاني. انا ضد برضو ان انت تبدا بنفس خط وسط الملعب، ونفس الفرقه، يعني زق فيها قوي يعني، فاهم. التغييرات اصلا ادم كايد ونزل بعد كده مين؟ ادم كايد وشكوبانزا ومحمد ابراهيم وربيع، ونزل في الاخر الونش. التغييرات اللي حصلت دي كلها جت متاخره قوي، فما تقدرش حتى تحكم على اي حد منهم. من وجهة نظري بس اللي كان مميز فيهم او اللي لفت انتباهي ان محمد ابراهيم لما نزل ما كان عمر جابر هو احسن اصلا من عمر. دي اول حاجه. تاني حاجه الواد مش مخضوض يعني ولا خايف ولا حاجه، يعني زي ما كل شويه حد يقول لك اصل فرق الخبره وبتاع. انا اصلا عمر من يوم ما لعب لحد دلوقتي انا بحس ان هو متكهرب يعني. عمر هو بيحاول يعمل اللي عليه، بس هو نفسيا ما عندوش الاستقرار النفسي بتاع لعيب الخبره بقى، اللي هو انا مثلا بلعب في الزمالك بقالي 10 15 سنه فالمفروض ابقى عندي ثقه وبتاع. لا عمر ما بتحسش بيها. فمش هتفرق قوي عمر عنده 30 سنه او 31 33 سنه تقريبا، ولا لعيب لسه طالع في حاجه و20 سنه، فاهم. طالما الاتنين نفس الضغط النفسي ساعتها بقى العنصر الفني هو اللي هيحكم ان ده احسن او ده احسن. بس ده من وجهه نظري يعني. آه شيكو بانزا بصراحة أنا شايفه إن هو اتظلم شوية إن هو نزل متأخر، وفي نفس الوقت آدم كايت حتى كان باين عليه إن هو متوتر أوي، كان بيرمي كل كور. أنت أصلا نازل بديل عشان واحدة مرتدة تلعبها لشيكو بانزا في المساحة خلاص توديه، فده ما حصلش. إن آدم كايت كان بيشلت بمعنى أصح يعني. الونش انا شايف ان تغيير اتاخر قوي، لان انت حتى مع فرقه زي دي بتعتمد على العرضيات. فالونش اصلا كان سهل قوي ان انت تلعب بالثلاثه ورا اسماعيل والونش وحسام عبد المجيد في جزء اكبر من كده في الماتشين، لان هو في الماتشين نزل في وقت متاخر قوي. فانا بشوف ان فرقه زي دي اصلا قوتها كلها في العرضيات اللي بيلعبها مزيان مثلا، او من الناحيه التانية بن عياده لما بيطلع مثلا هو خلاص بيتارجتوا المهاجم بتاعهم، وهو كل خطورتهم من الحته دي يعني. حتى هم يعني واضح قوي ان هم لولا الجنبين بس. خلي بالك برضو الفرقه دي عندها مشكله مع المدرب بتاعهم بتاع اللي ماشي ده اللي ماسك ده المساعد. فانت برضو ما بتقابلهمش في فتره هم فيهم اقوياء، يعني انت بتقابلهم في فتره يعتبر هم واقعين شويه. نيجي بقى لتقييم اللعيبه شويه. المهدي سليمان عجبني الصراحه، صد كوره ما تتصدش، بس انا عندي وجهه نظر تقريبا يعني انا الزملكاوي الوحيد اللي مقتنع بيها، ان محمد صبحي هو اشمل حارس فيهم. يمكن ممكن حظه وحش معانا، بس محمد صبحي بيطلع في الكور العاليه، ودي حاجه مهمه قوي، لان لا عواد بيعمل كده ولا المهدي بيعمل كده. الكورات العرضيه اللي بتلعب كتير قوي دي في افريقيا مهم جدا، ان انت بالذات لما تلعب فرقه من شمال افريقيا مهم جدا ان الجون يبقى بيطلع ياخدها بتريحك. الحكايه دي تقريبا مش في مصر غير يعني ما بشوفش حد بيعملها على طول غير شوبير ومحمد صبحي، على اختلاف بقى في الحاجات التانية، بس هم اكتر حاجه ملفته فيهم النقطه ديت يعني. تاني حاجة عندك خط الدفاع. عمر جمال عامل ماتش مش وحش والله، عامل ماتش كويس، بس انا ما بشوفوش مميز عن محمد ابراهيم في حاجة عشان يلعب عليه يعني. لا يبقى دكة عادي. حسام عبد المجيد من وجهة نظري هو من نجوم الماتش النهارده، او يعتبر النجم الاول للماتش. حسام شال كل الكور العرضيه تقريبا اللي اتلعبت، يعني الماتش كان كل الجيم ان هم بيلعبوا عرضيات حسام بيطلعها، بيلعبوا عرضيات حسام بيطلعها. فبصراحه شابوه لحسام عبد المجيد، وبصراحه عجبني قوي والله يعني. ربنا يكرمه بس زماننا في عروض وبتاع الله يبارك لك يا عم حسام يعني. محمد اسماعيل عمل ماتش كويس قوي، بس في كوره كده جلها في الشوط التاني كده، هو سابها تعدي ما قدرهاش كويس. الكوره اللي عمر جابر تقريبا دخل خدها ديت، ف
ما عجبنيش في الحته دي. بس عامه محمد اسماعيل مدافع كويس قوي، قليل قوي من المدافعين في مصر بصراحه اللي هتلاقي كورته حلوه، فدي حاجه تحسب لمحمد اسماعيل. بنتايج كان كويس قوي النهارده برضو، ما شفناش انطلاقات كتير ليه، شفناش الا واحده بس تقريبا، وحتى الحكم ما ادالوش فاول، مش جيم بنتايج الطبيعي. بس بصراحه برضو ما كانش ثغره، يعني مفيش غير الكوره بس اللي مزيان راح في جبهته فبقى في ضغط عنهم، ودي اتلعبت منها كوره عرضيه وطلعت بعد كده. دي تقريبا الحاجه الوحيده يعني، انما في الباقي كان عامل ماتش كويس. فتوح وعبد الله ما عجبونيش النهارده. بس فتوح يحسب له حاجه، ان فتوح ودى كورتين كان ممكن يبقوا اجواء، كورتين لوادي كان ممكن يبقوا اجواء. عبد الله ما عملش جيم حلو النهارده. محمد شحاته انا بحب شحاته، انا شحاته ده حبيبي ابني ده. بس مشكله شحاته بس في حاجه صغيره، ان هو ساعات ياما ما بيفرقش ما بين ان انت بتلعب 6 او بتلعب 8. لما بتلعب 8 انت بتبقى في اماكن متقدمه شويه في الملعب، فالجري بالكوره يعني بيبقى معدل الريسك بتاعه اقل شويه. انت حتى لو اتخطفت منك في لعبه، وانت بتلعب 6 انت ما وراكش غير خط الدفاع، فلو اتقطعت منك يا شحتوت، لو اتقطعت منك هتلبسنا جوه، فالله يكرمك يعني. بلاش 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 ليك ولينا والله. آم، نيجي تاني بزيرة. طبعا كان باين قوي ان هو مصاب يا جماعه، باين قوي ان هو بيلعب وهو مصاب، يعني دي حاجه مش محتاجه يعني. فالنهارده ما عجبنيش خالص. عدي عجبني قوي النهارده المجهود البدني بتاع عدي، وراح في كورتين كده. هو انا من وجهه نظري ان عدي الفينش بتاعه وحش، يعني انا عارف ان هو هداف الفرقه وبتاع، بس هو الفينش بتاعه وحش. حطوا كوره كده في الجون، الحارس بتاعهم الشيخ ده صدها، فماشي يا عم ماشي. ناصر ما عجبنيش النهارده، وانا عندي وجهه نظر بس في موضوع ناصر ده. معتمد جمال من اكتر الناس يعني اللي ليها فضل في ان ناصر منسي يفضل في الزمالك حاليا، وان هو يقدم بالمستوى ده. الراجل فعلا اكتشفه بعد ما كان خلاص هيمشي في يناير وكده. بعد طبعا هو بدأ الموسم يعني السوبر كان كويس، وبعد كده السنة دي بدأ تقريبا مع يانيك فيريرا ما كانش بيلعب خالص، وبعد كده معتمد جمال يعني بدأ يرجعه تاني، وفعلا طوره، وبدأ ناصر فعلا كان مهم كويس. بس ناصر وسيف الجزيري على الرغم من الاختلاف الكبير اللي بينهم في كل حاجة تقريبا، في حاجة بينهم مشتركة. الاتنين ما ينفعش يبقى هو المهاجم الأساسي الثابت لوحده. ليه بقى؟ ناصر أول ما بيشم نفسه شوية ماشي بيبدأ يلعب على بيحس بنفسه شويه ان هو ايه، عايز يمسك الكوره اكتر بتاع. طبعا سيف الجزيري لعيب بيتكاسل شويه، رغم ان انا شايف ان هو مهاريا من اقوى المهاجمين في مصر حاليا، بس يعني ما كسول، فبيضيع وقت وبيضيع مجهود زمايله ومجهوده هو كمان. فانا من وجهه نظري ان لازم ناصر وسيف الجزيري لازم الاثنين يفضلوا بيطاردوا بعض دايما على مين اللي هيلعب اساسي، عشان الزمالك ياخد افضل حاجه من ده ومن ده. كون واحد فيهم هيلعب اساسي على التاني، دي هتنقص من الاتنين. لا اللي هيلعب اساسي هتاخد منه 100%، واللي قاعد دكه هتلاقيه برضو ايه فين وفين لما تحتاجه او تستفيد منه. في النهايه الحمد لله احنا انتصرنا، وربنا يستر معانا بقى الماتش الجاي، معانا بيراميدز ان شاء الله خير يعني. السلام عليكم.